قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وقد أرشدنا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ليغفر سبحانه جل في علاه للمستغفرين ويستجيب سبحانه الدعاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لو نظرنا إلى أحوال هؤلاء لوجدنا أنهم متميزون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن أبو بكر المطوعي أحد السلف رحمه الله كان يقرأ سورة الإخلاص في كل يوم 30,000 مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل 3 ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، يعني في محله بعد الصلاة لم يتحرك ولم يتكلم في أي أمر من أمور الدنيا، من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل مرة 10 حسنات،
ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه وحرسا من الشيطان الرجيم. الله أكبر، انظروا إلى الفضل العظيم والقوة. وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه وحرسا من الشيطان الرجيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من